والله العظيم اقسم بالله اللي هسمعه بعد كده بيقول اكبر قلعه ولا نادي العزه والكرامه ولا نادي الوطنيه والكرامه. والله العظيم لحد فوق دماغه. انا وطنيه وانا كرامه في تفويت النهارده بتعمل ايه يا اكبر قلعه في مصر؟ للدرجه دي بقى اسم نادي الزمالك وتيشيرت نادي الزمالك مش فارق معاكم؟ بتعمل ايه يا عواد؟ عواد هو الاصل احسن حارس في مصر. بتعمل ايه النهارده في حراسه المرمى يا عواد؟ يا عواد بتصالح الجمهور بتفوت لبيراميدز يا عواد. هو ده نادي الزمالك يا اخوانا اللي كان بيشارك معانا في افريقيا وكان بينافس الاهلي على بطولاته؟ وهو ده نادي الزمالك للدرجه دي؟ نادي الزمالك الكبير ما بقاش فارق معاكم؟ يا الف خساره عليك يا زمالك. النهارده نادي الزمالك بيفوت تفويته ريحتها وحشه. عواد كانه بيتعلم كوره النهارده. وبس انا سيبك بقى من ان انت بتفوت وان انت خلاص بقت دلدول الاسيوطي رسمي. انت النهارده الكوره بتاعت الجزيري دي، الجزيري لما اتضرب في قلب 18 بيراميدز لو وقام وخد انذار، الكرة دي بقى لو مع الاهلي يا دكر يا ابو الرجاله، مع الاهلي ومع اي فريق تاني، سيبك من بيراميدز، مع اي فريق تاني عامل من بنها. الكرة بتاعت النهارده دي لو كانت مع الاهلي، لو كان زمانك قلب صفحات السوشيال ميديا والاهلي بيكسب بالحكام والكام و40 دوري جبتهم ازاي. اه والله العظيم جمهور عار، جمهور عار على كرة القدم. واقسم بالله ايه النهارده اللي بيحصل ده؟ منظر الكابتن ايمن الرمادي بيلخص لك كل اللي حصل. الراجل مش عاجبه ان الزمالك يفوت. والله العظيم خساره، خساره ان يبقى انتوا اسمكم مشجعين نادي الزمالك. بقى كل قصتك ان الاهلي يخسر ومش فارق معاك فريقك بقى فين. يا ابويا انت بخساره النهارده ديت مش بعيد الدوري يخلص وانت منتصف جدول، ولا كونفدراليه ولا افريقيا ولا دوري ولا اي حاجه خالص. وبقى بيتمسح بيك البلاط في الصالات، اللي كنت لما ندوس على وشك في كرة القدم ترجع تقول ملوك، احنا ملوك الصالات. ملوك الصالات ده انت بقيت ملوك الصالات.